لزاما على الذي يعم الناس في الختم والتراويح أن يعلم أحكام زلة القارئ، وأن يعلم أحكام السجدة السهو، وأحكام التلقين والفتح، والفرق بين الفتح والتلقين. المسألة الأولى ألا وهي الفرق بين الفتح والتلقين أمر مهم. الفتح يتحقق إنما حصر الإمام عن القراءة قدر ما تجوز الصلاة، قبل قراءة قدر ما تجوز الصلاة. إذا حصر الإمام يفتح المقتدي قدر ما تجوز الصلاة كم آية؟ 3 آيات أو آية طويلة. قبل أن يقرأ الإمام الآية الطويلة أو 3 آيات قصار، إذا حصر عن القراءة يفتح المقتدي. هذا مهم، هذا لا خلاف فيه بين أئمة الحنفية. أما إذا قرأ الإمام ولكن يقرأ آية أخرى لمشابهة بينهما، كما في قوله والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. يقرأ والعصر ولكن يذهب إلى سورة الطين. لا يجوز للمقتدي الفاتح، لأن هذا ليس بفاتح، لأنه لم ينحسر الإمام يدوم ويقرأ الفاتح إذا حصر الإمام. الأمر المهم الإمام يأخذ بقول صاحب الهدايا. صاحب الهدايا كتاب يدرس في المجامع العلمية في عالم الأحناف. وفي الهداية القول الأول وهو العزيمة، يعني إذا قرأ الإمام قدر ما تجوز به الصلاة لا يجوز أن يفتح له حتى في صلاة التراويح. أما في كتب أخرى كصاحب رد المختار فإنه يجوز إذا حصر عن القراءة بعد قدر ما يجوز الصلاة، إذا انحصر يجوز أن يفتح له، يجوزون أن يفتح المقتدي للإمام. أما المشكلة التي نحن بصددها، المشكلة مهم جدا نتنبه ونستيقظ، ألا وهي الإمام يقرأ سورة والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. هل يجوز أن يفتح المقتدي؟ لا. الإمام لم ينحصر عن القراءة، ولكن أخطأ. في ماذا أخطأ؟ أخطأ في قراءة آخر، في سورة آخر، ذهب إلى سورة آخر. هل يفسد به الصلاة؟ لا يفسد به الصلاة، ولكن التلقين باسم الفتح يفسد صلاة المقتدي، وإذا أخذ الإمام يفسد صلاة الإمام. والمسألة الثانية يلزم ولزاما على معاشر القراء أن يعلموا أحكام زلة القارئ. كم من آية إذا زيدت فيها حرف يفسد الصلاة، أو نقصت منها حرف يفسد الصلاة، كما إذا قيل والله يعلم ما تحمل كل أنثى، فيقرأ والله يحمل كل أنثى. هل الله يحمل كل أنثى؟ هل الله يحمل كل أنثى؟ هذا ناقص كلمة، ولكن يفسد به الصلاة. لذا لزاما علينا وعليكم أن نتعلم أحكام زلة القارئ، وكذلك أحكام سجدة السهو. كم رأينا من القراء ترك السجدة الواحدة مع ذلك سجد للسهو. هل بترك الركن يجبر بالسجدة السهو؟ لا،
يفسد الصلاة تماما. جزاكم الله خيرا، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله، جيد جدا في منهج القراءة وفي ألفاظه وفي رعاية الأحكام وفي أحكام الوقفات. جزاكم الله خيرا، كثر الله أمثالكم، وصلى الله عليه. عندما نلتزم ما تقول حينئذ لا نستطيع تكميل صلاة التراويح، يعني نحن القراء نخطأ في كل ليلة. لا يخطأ. التكرار، الممارسة، هذا فيه تكسيل القراء. الإمام القارئ يعتمد على الملقن فيتكاسل عن التكرار ولا يتكرر. نحن عملنا هذا المنهج، منهج صاحب الهدايا في تراويح حوزتنا. لا يجوز أن يفتح المقتدي للإمام، إذا حصر يركع، إذا حصر يركع. صلى الله على خير خلقه محمد.